وأساطير. أيها الأحباب الكرام، خرافة عجيبة غريبة. بعض الناس إذا مرض ولده وأراد أن يعالجه ذهب به إلى كاهن أو عراف، فقام هذا الكاهن أو العراف أو الساحر بعمل السحر على هذا الولد ليفك سحره بزعمه، فيطلب منه حيوانا بصفات معينة، دجاجة بلون معين أو خروفا بلون معين، فيؤتى بهذا الخروف فيذبحه ويلطخ دمه، يلطخ أماكن الألم بالدم ولا يذكر اسم الله على الخروف. لماذا؟ لأنه ذبح هذا الخروف تقربا إلى الجن، ويسميها صلحة. الساحر يسمي هذا صلحة، يعني يتصالح مع الجن بأن يذبح له شيئا ولا يذكر اسم الله عليه لكي يتغذى الجن على هذا الشيء. السؤال: هل يجوز ذلك؟ الجواب: لا يجوز. الدليل ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، وهذا ذبح للجن. لعن الله من ذبح لغير الله. وأنت الآن حينما تذبح للجن وتتصالح مع الجن لا تظن أن الجن سيتركه إن كان به جن، بل سيزداد تسلطا عليه. بعد شهر أو شهرين يتعب مرة أخرى أشد من الأول، ثم يذهب إلى الساحر مرة أخرى فيذبح مرة ثانية، وهكذا، لقول الله تبارك وتعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي زادوهم تعبا. بل بعض من يدعي العلاج بالقرآن الكريم يستعين بالجن ويقول: أنا أستعين بالجن المسلم في العلاج. نقول: يا أخي الكريم، لا تجوز الاستعانة بالجن حتى ولو ادعى أنه مسلم. لماذا؟ لأن الجني قد يكذب فتصدقه فيقول هذا عنده سحر أو هذا عنده مس، وليس كذلك. ثانيا، أنت تعالج بالقرآن أم بالجن؟ إذا كنت تستعين بالجن فما الفرق بينك وبين الكاهن والساحر؟ ثالثا، لو أن كل المعالجين بالقرآن قالوا سنستعين بالجن، وفلان عنده ولده يريد أن يعالجه، يقول له: اذهب إلى فلان، يقول له: هذا فلان معه جني صغير، لكن فلانا معه جني كبير، ملك من ملوك الجن، أذهب إليه حتى تنتهي الحالة. إذن أصبح اتجاه الناس إلى الجن لا إلى القرآن، وهذا شرك والعياذ بالله. إذا لا تجوز الاستعانة بالجن في العلاج، بل إنني أقولها لك عن تجربة: إنك إن استعنت بجني في العلاج فإن الجني الذي تستعين به يستهزئ بك ويسخر منك، يقول: لو كان القرآن كافيا له لاستغنى عن الجن، لكنه لجأ إلى الجن لأن القرآن لا يكفيه في العلاج. وأنا أقول لك: كل الحالات أو معظم الحالات التي وقفت على السحرة والمشعوذين تم علاجها بفضل الله بالقرآن الكريم، فالقرآن أقوى من الجن وأقوى من السحرة جميعا. ثم اعلم أن الجني إذا استعنت به لا بد أن يضرك في نفسك وفي أولادك. سل من يستعينون بالجن في العلاج، هل تشعرون بصداع أحيانا؟ هل هناك مناوشات بينك وبين زوجتك؟ أولادك يتفزعون في المنام؟ ستجد ذلك ولا بد. لماذا؟ لأن الجن الذي يساعد أباهم هذا المعالج قام يتسلط على الأسرة بأكملها. فأنا أنصحكم أيها المعالجون الكرام أن تقتصروا في علاجكم على القرآن الكريم وعلى ما ورد في سنة النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، وإياكم والاستعانة بالجن، فإن الاستعانة بالجن محرمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استعنت فاستعن بالله. وقال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.